السلام عليكم يا حبيبات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وطمأنينة وراحة بال، اللهم آمين يا رب العالمين. حشتوني يا بنات من الفيديو اللي فات. بصوا بقى، النهاردة هنعمل له عشاء وفطار اللي يكفيني الأسبوع كله ب2 كيلو دقيق. وبإذن الله هنعمل حشوات موفرة جدا، وهنتكلم عن الميزانية بتاعت اليومية اللي كانت شغالة ميزانية يومية زي حالاتي كده عملت ايه، وهقول لكم انا عملت ايه عشان حولتها 15 يوم. بس هتتعبي شوية، بس بإذن واحد جل علاه هتحسي ان انت وفرتي والدنيا هتتظبط معاكي والفلوس هتبقى عارفة اللي هو فلوس اليوم هتبقى متوفرة معاكي، بحيث ان انت هوفر النهاردة كذا هحطه في الحصالة او ايا كان بقى هتعملي بيه ايه. بس اول حاجة كده هنعمل العجينة كده. انا بجيب الخميرة البيرة يا بنات وبحط عليها سكر وبحط عليها شوية مية دافين. انا كان عندي ازازة لبن، اللي هو اللبن اسمه لبن بقري. بصراحة ما احنا ما بنشربهوش، فسبتها في التلاجة في باب التلاجة من تحت فرابط، يعني رابط في الازازة زي ما هي. فهنعجن بيها. طبعا اللبن البقري، اللي عارف اللبن البقري والجاموسي، اللبن البقري ما بيطلعش منه قشطة، فمش هينفع اطلع منه قشطة عشان مثلا اتغدى بيها واعجن منه. فانا هعملها بكله على بعض. من ناحية حطيت لبن، ولادي هيستفادوا هياكلوا يعني حاجة فيها لبن كل يوم بكوباية شاي، مش هبقى ملزمة ان انا اعمل لبن يشربوه يعني. ومن ناحية تانية حاجة مفيدة وحاجة نظيفة في البيت، وروحي اشتري الكمية دي من بره من الفرن، شوفي هتعمل كام ومش بالنظافة دي. انا جبت ال2 كيلو دي، نخلتهم وحطيت عليهم شوية ملح، وهحط عليهم تذكرة كيك شيف، وهعجنهم باللبن الرايب بس يا بنات يعني. وهحط عارفين المج بتاع القهوة، يعني اصغر كوباية لا اله الا الله، اصغر كوبايه اللي بتشربوا فيها عندكم في البيت امليها زيت. يعني انا الكوبايه الصغيره اللي هي بتاعت الزبادي دي انا مليتها زيت وحطيت بضايه. ممكن تحط لبن بودره، ممكن تشيل اللبن الرايب خالص وتعمليه بميه، بتبقى عجينه زي الفل. هي اساسا واصلا عجينه البيتزا ما بتحطش عليها لبن يعني. بس انا حاطه بحيث ان انا يعني عارفين اللي هو اعمل فايده لاولادي، يعني احط الفوائد بتاعت يعني تبقى عجينه فيها فايده او مفيده يعني. بس كعجينة بيتزا او عجينة معجنات ممكن تعمليها من غير الحاجات دي كلها خالص، يعني بشوية لبن وشوية مية وشوية زيت. وممكن بقى يعني عشان تعززي الدنيا شوية تحط شوية لبن بودرة. العجينة عايزاها تبقى طرية زي ما انتم شايفينها في ايديا كده بنات. انا عجناها عجنة كويسة، يعني عجنتها عجنة بنت ناس كده. بس اهم حاجة العجينة عشان تطلعي معجنات تكون حلوة كده ومنفوشة او منفوخة يعني. لازم تكون يا بنات العجينه بتاعتها تكون طريه. هنا بقى اول حشوه اعملي حشوه البطاطس وجربوا الحشوه دي يا بنات وشوفوا هيبقى طعمها والله العظيم جميله في المعجنات بالذات. الله يكرمها خالتي هي اللي كانت قايله لي عليها. طبعا انا كنت بعمل الميني بيتزا ده وكنت بعملها بمفروم، لازم يعني مفروم وحاجات طبعا قبل نظام التوفير. فالحمد لله انا ماشيه على نظام، يا رب يعيني عليه ويثبتني عليه كده، وان شاء الله باذن الله ربنا هيناول لي اللي نفسي فيه. وقريب كده اقول لكم يا بنات انا هطلع عمره، مش قريب قوي يعني، بس ان شاء الله باذن الله انا عاشمه في ربنا خير. حطيت طبعا شويه ملح على البطاطس وحطيتها على النار تستوي يعني. هنا بقى الطماطم اللي انا مفرزاها برضو معاكم، خدت حته طماطميه كده وحطها في الميكرويف تفك، او ممكن تحطها على الرخامه زي ما انت يعني ايه المتاح عندك. حطيت شويه زيت في الطاسه كده، واحط بقى فص توم، وهنزل بمعلقه صلصه عشان اعمل دي صلصه البيتزا. اعملوا الصلصه دي بتاعت البيتزا ده يا بنات والله العظيم ما لها حل. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بحط عليها معلقه صلصه، وهحط الطماطم وباذن الله يعني. وهحط تركيبه اللي هي تحطي شويه نعناع. النعناع يا بنات بودي صلصه البيتزا دي في حته تانية بصراحه، بتبقى جميله. وطبعا ده يعني الاكل اذواق. وحط بقى فلفلك، كمونك، كزبره ناشفه بس يعني، وشويه بابريكا. ظبطي ملحك بس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وطبعا ما ننساش يا بنات كل حاجه احنا بنشتغل فيها نسمي الله. بسم الله وانت بتحطي الحاجه، بسم الله وانت بتشيلي. اذكري الله في كل حاجه. وانت واقفه في المطبخ اشتغلي عارفين الاذكار. والله العظيم كل الحاجات دي بتوسع الرزق وبتدخل البركه في البيت وبتكرمك بكل حاجه. هنا بقى خلى الله يبارك له كان جايب لي شويه ورق عنب، الله يسترها معايا يا رب كده. كان يعني ايه جايب لي شويه ورق عنب من عنده، طبعا اسعار ورق العنب الله المستعان. فهو جاب لي الشويه دول، قلت اعملهم بقى وانا واقفه كده انا وبنتي. جوزي جه حتى الان وانا شغاله، انت بتصوري يا مان؟ قلت له اه بصور.
فالمهم يعني ايه عارفين تعالي امسك معايا في الفيديو، قال لي ايه؟ قلت والله العظيم لا طلع ايديك، ايدك بركه يا ابو احمد. ايدك بركه يا ابو احمد، هتخش معايا الفيديو، هتخش معايا الفيديو، فهتشوفوا ايده دلوقتي باذن الله. المهم هنتكلم بقى يا بنات عشان ما نرغيش كتير في ميزانية اليوم. ازاي انا كانت ميزانيتي يوم وحولتها 15 يوم. طبعا انا جوزي سند معايا سند. طب انت جوزك مش عارف يسند معاك، هو سند معايا سند، يعني عارفين هو سند يعني هو سند معايا اسبوع وانا جيت على نفسي اسبوع. طيب انت هتيجي على نفسك حوالي شهر او 15 يوم، يا كتير يا مان، ما هو مش هتيجي غير كده. هتعملي ايه؟ انا مثلا النهارده كنت بجيب حاجتي كل يوم. انا مثلا كل يوم لازم احوش او اطلع ان شاء الله لو 30 جنيه، 20 جنيه لازم تطلعيهم. هتطلعيهم ازاي؟ تشقلبي بقى وطلعيهم. اليوم اللي مثلا هناكل فيه نواشف او هاكل فيه اي حاجه، اعديه يوم اي حاجه، اخد فلوس اليوم ده واشيل على جنب، ما اجيش يمها ناقي. اخر الاسبوع هلاقي نفسي عملت مبلغ. المبلغ اللي انت عملتيه ده روح اشتري بيه اساس من اساسيات البيت. الاساس اللي هو إيه؟ الرز او الفراخ او السمك. اساس اسبوع، يعني حاجة الاسبوع ده، حاجة الاسبوع ده في اللحمة، او حاجة الاسبوع ده في السمك، او حاجة الاسبوع ده في الرز. لازم تشتري حاجة من الاساسيات دي، لان فلوس الاساسيات دي الاسبوع اللي بعده هتوفريها. يعني مثلا انا خلاص طلعت فلوس الفراخ الاسبوع ده وقسمته. تقسيمة الفراخ بقى يا بنات، مش هجيب الفرخة واكلها على بعضها زي ما اتفقنا، لا، هات الفرخة وقسميها على كذا، على كذا اكل. يعني مثلا لو انتوا افراد شوية مش كتير، قسمي الفرخة على 3، على 3 اكلات يعني. طبعا انا عارفه ان انا بدخل اكل اللي هو النواشف، مش كل يوم هعمل لحمه وسمك، ومش كل يوم مثلا. طبعا لو جبت نص مفروم، بس لو جبت نص مفروم وعملتيه على 3 اكلات لو اسرتك شويه، انا النص المفروم بكفيني اكلتين، اللي هو ممكن اعمل منه صينيه مكرونه بشاميل، او اعمل منه مثلا بيتزا، صينيه بيتزا محترمه كده، نتغدى بها، بيكون ده غداني. او اعملها مثلا مع شويه رز بسمتي ويبقى برضو ده غداني، او اعملها مع شويه طبيخ ويبقى ده غداني. عارفين 4 معالق طبيخ، يعني ربع كده، ربع لحمه مفروم، اطبخ بيه ويبقى ده وجبه رئيسيه وعدى، وده يبقى اليوم اللي يبقى فيه بروتين، اللي هو بيبقى فيه لحمه او سمك. طيب يبقى احنا كده حوشنا الاسبوع الاولاني وجينا على نفسنا جامد وطلعنا منه لحمه الاسبوع اللي جاي، او سمك الاسبوع اللي جاي، او الرز بتاع الاسبوع اللي جاي. تاني اسبوع هاجي على نفسي برضو. جيت على نفسي بس التوفير هيبقى اكبر. ليه؟ لان انا ما هشيل في فلوس اللحمه او السمك او الرز، هبقى طلعت فلوس اهو، مع نفس التوفير اللي انا وفرته الاسبوع اللي فات، اللي هو 30 جنيه في اليوم او 20 جنيه في اليوم. هلاقي نفسي طلع معايا مبلغ اخر الاسبوع. المبلغ بتاع اخر الاسبوع ده هروح بقى اسوق بيه خضاري، اجيب خضاري. اشتغلي عارفه اللي هو ميزانيتها يوم بيوم، اشتغلي الاول ميزانية اسبوع، بحيث ان انت اول ما هتطلعي ميزانية اسبوع، الشهر اللي بعده هتعرفي تطلعي ميزانية 15 يوم. يبقى انا كده يا ايمان، يا رب تكونوا المعلومة يعني واصلاك وفاهميني. انا او زي ما قلت لكم اول اسبوع حاجة على نفسي لحد ما اطلع اساس من اساسيات الاكل، اللي هو الفراخ او السمك او الرز. تاني اسبوع هلاقي نفسي اوفر برضو في نفس تاني اسبوع نفس النظام، وامسك على نفسي لحد مثلا ما ايه، ما اطلع نفس المبلغ اللي طلعته الاسبوع اللي فات، بس هيزيد عليه. يعني هيزيد عليه مبلغ ايه الاساس اللي انا طلعته، يعني مبلغ الرز او مبلغ الفراخ او مبلغ السمك. هلاقي نفسي طلعت الضعف بتاع الاسبوع اللي فات، هلاقي نفسي طلعت ما شاء الله فلوس، يعني ايه الضعف الاسبوع اللي فات. اروح بقى بالفلوس دي اجيب حاجه اساسياتي او حاجتي بتاعت الاسبوع الجاي، اتسوق. هجيب التسوية بتاعتي اللي هو الخضار بتاعي بتاع اسبوع واحد، ما تجيبش اسبوعين، هاتوا خضار اسبوع واحد. قبل ما امشي ما اعدي الحته دي بنات، ال 15 يوم اللي هم كانوا فاتوا كان زايد منهم معلقتين اللحمه المفروم دول، فقلت مش هستفاد منهم بحاجه، احطهم على البطاطس عطوها طعم تاني، مع شويه الخضار دول، مع شويه بابريكا وشويه حاجات من دي. انا مش عايزه اعدي الحاجات دي عشان بصراحه، بصوا انا حطيت هنا على البطاطس الملح بتاعها، ظبطت لها ملحيه، حطيت معلقه سمنه فلاحي، ممكن تحط معلقه زبده، يعني يبقى معلقه سمنه فلاحي يا معلقه زبده، ولو زبده بتبقى احسن طبعا، بس انا ما كانش عندي زبده حطيت سمنه، وممكن تحطي زيت لو ما عندكيش ده او ده. وحطيت عليهم شويه كزبره خضراء، وحطيت عليهم، ما حطيتش توم لان الصلصه عليها توم،
وحطيت عليهم معلقه، عارفين معلقه واحده بس كده مشكل جبن، يعني خدت بالمعلقه كده معلقه واحده مشكل جبن. وحطيت معلقه المفروم دي، لو ما عندكيش مفروم ما تحطهاش، يعني دي كانت عندي زايده من ال 15 يوم الاولانيين اللي فاتوا، فقلت احطها تدي طعم يعني احسن شويه. والله بنات اللي معايا من اول القناه فاكرين الجبنه اللي انا كنت مخزناها في اول يوم في رمضان او قبل رمضان بيوم، يا رب تكونوا فاكرين، او قبل رمضان باسبوع، دي جبنه فلاح اللي هي الجبنه القريش. الجبنه دي انا حطها في ملح، حطها في شطه حراقه اللي هو قرنين شطه حراقين، وحطها في ميه فلتر. حسيت في من قيمه 10 او 15 يوم كده ان ميتها حسيت ان هي ممكن تتغير شويه، غيرت لها الميه تاني، وظبطت برضو الملح بتاعها وحطيتها، هي اتحولت لجبنه خزين. انا هعملها حشو مش هشتري جبنه. حطيت عليها يعني 3 4 معالق سمسم، بيخلوا الجبنه الفلاحي دي في حته تانية. حط شويه سمسم محترمين، وحط معلقتين زيت، وحط عليها ايه تاني، زيت وسمسم والجبنه بس. والله يا بنات خلتها ما شاء الله اللهم بارك حشو جميل. ما عندكيش جبنه قريش يا ايمان، روحي هاتي يعني ب 10 جنيه او يعني ب 10 جنيه او ب 15. هي حته الجبنه هتلاقيها ب 10 جنيه. حته جبنه فلاحي ما بتحبهاش، هاتي جبنه خزين ب 10 جنيه جبنه خزين، او ب 15 جنيه جبنه خزين. زودي السمسم، حطي 3 4 معالق سمسم من عندك، اكيد كلنا زيت عندنا سمسم من العيد. وحط عليها بقى شويه زيت وشويه ملح لو انت جايبه جبنه قريش اللي هو الجبنه الفلاحي بتاعتنا العاديه. انما انا عشان مخزناها هي مملحه، يعني هي مملحه من الميه بتاعتها يعني. وبتهرسيهم كده بشويه الزيت، ودول خلاص حشو، نوع حشو تاني. ممكن تعملي كذا انواع حشوات يعني. ممكن تعملي حشو شوكولاته اللي مش عايز، اللي هي بديل الشوكولاته، اللي هي بديل النوتيلا. ممكن تجيبي برطمان هيكفيكي شهر. لو ولادك يعني ما بيحبوش الجبن، يعني اي حشوات، يعني الحشوات دي من اختيارك، بس انا جبت لك نوعين حشوات اقتصادي جدا يعني. اكتر انواع حشوات اقتصاديه ممكن تعمليه. و2 كيلو دقيق هعمل عشاء وغدا، يعني عشاء وفطار، معلش يا بنات، عشاء وفطار هيكفيني 10 ايام. ممكن بقى في يوم اعمل سندوتش، احمر بطاطستين واعمل سندوتشات بطاطس، هيعدي عشان عادي مفيش اي مشكله. ممكن اكون مفرزه فول، طبعا انا بفرز الفول معاكم يا بنات وفرزته قبل كده معاكم. اطلع كيس فول في الفطار الصبح، ونعمل فطار الصبح بكيس فول وحمر بطاطستين، وعدي يوم فطار. شكلي فبس ال2 كيلو دي دولت هيكفوني، انا الحمد لله يكفوني فطار وعشاء، يعني هيكفوني فطار وعشاء لمده اسبوع. يبقى انا شلت بند الفطار والعشاء لمده اسبوع. شوفي انت فطار وعشاء بتجيبي ايه، يعني شوفي انت ما بتصحي الصبح كده او بتبقي ناعيه هم فطارك وعشاك. انا كده مع كوبايتين شاي او نعناع او ينسون زي ولادك ما بيحبوا بتاكلي. طيب انا ما حطيتش في العجينه لبن، ممكن تعملي شاي بلبن، بس انا عشان حاطه في العجينه لبن فلا هشيل بند اللبن ومش هعمل بشاي بلبن. بشكلها بقى زي ما انتم شايفين كده بنات. وعايزه اكمل معاكم بقى بند اليوم، عشان البنات ايه اللي هم عايزين حكايه اليوم، وانا بدلتها من يوم لاسبوع ازاي. فانا كده خلاص عملت نظام الاسبوع. اول اسبوع شلت من عليا حاجه من اساسيات البيت، اللي هو مثلا الرز او اللحمه او السمك. تاني اسبوع، يعني انا طبعا تاني اسبوع بوفر بقى الحاجه اللي بوفرها، بشيل على جنب ما اجيش يمي، ما اروحش بقى اجيب فطار واروح اجيب عشاء، اروح اجيب سندوتشات لاولادي ملهاش لازمه. لا، انت ظبطي الفلوس اللي هتشيليها على جنب، ما تمديش ايدك عليها غير اخر الاسبوع. اخر الاسبوع انا رايحه اجيب خضاري، رايحه السوق يعني اجيب خضار. والله يا بنات انا كنت بجيب الطماطم دي، انا بتهيالي ما كانش بيكفيني 5 كيلو طماطم في الاسبوع. ليه؟ كنت بروح اجيب اليوم بيومه، مش سبحان الله ربي، الطماطم اليوم او اليومين على بعض بحس ان الخضار ما فيهوش اي بركه. بتروحي السوق تجيبي خضارك على بعض وبتحسي ان التلاجة مليانه خير، اللهم بارك طول الاسبوع. تيجي اخر الاسبوع نجرد التلاجة بتاعتي ونجرد حاجتي، نشوف ايه اللي عندي عشان ما اجيبهوش. طبعا زي ما قلت لكم لازم الاساسيات اللي في البيت، انا لو عندي بصل، عندي بطاطس، عندي طماطم، دي اساسياتي. اعمل اي حاجه هقوم يعني، لو بطاطسايه وشويه بطاطس وعملت بصلايه وطماطمايه وعملت صينيه بطاطس واكلت الحمد لله. طماطمايه على حته جبنه على مش عارفه بطاطسايه محمره، هناكل وهيعدي العشاء او الغدا. فاساسياتي لازم أن تكون عندي. المكرونه والرز حاولي على قد ما تقدري، يعني انت مشيها لاول اسبوعي، وبعدين مشيها 15 يوم، وبعدين مشيها شهر. المكرونه والرز حاولي ان تشيلي بند المكرونه والرز بالشهر. ازاي يا ايمان؟ انت هتجيبيها واحده واحده معاكي، هتلاقي نفسك اول ما تمشي بند الاسبوع
بعد بند الاسبوع هتلاقي نفسك مشيتي بند 15 يوم. انا خضاري ماشيه شغاله على الخضار واللحمه والسمك 15 يوم. اما حكايه المكرونه وطبعا انت التموين، ظبطي تموينك، سكرك ظبطي السكر والتموين بتاعك، هتزودي بقى وانت بتجيبي التموين. يعني وانت بتجيبي تموينك حاولي انك تجيبي المكرونه والرز يكفوك شهر. طب انا مش هيكفوني شهر، حاولي يبقوا 15 يوم، بحيث ان انا شايله الحاجه اللي هتستر البيت بمعنى اصح عندي موجوده في البيت. الدقيق خلي برضو عندك، لو كل مثلا اسبوع هتجيبي لك 2 كيلو دقيق وحطيتيهم في البيت، او كل 15 يوم، معلش كل 15 يوم هتجيبي الدقيق وتخليه عندك في البيت، ده نعمه في البيت والله يا بنات. انا خالتي عايزه اقول لكم ان انا حطيت هنا ميه الاول، ميه وسكر ونص معلقه عسل، عشان يثبتوا يعني. هبدأ هنا بالبيتزا، لان البيتزا بتحبش تتركن ياما على الرخامه، والمعجنات التانية دي بحب اركنها عادي. هبدأ بالبيتزا في الفرن، في الرف اللي في النص، في درجه حراره 200، يعني يكون الفرن ساخن جامد. اول ما تحمر من تحت وتاخد لون، ولع عليها الشوايه وبتطلع كده اللهم بارك. المهم يا بنات، يا رب الفيديو الحق اقول لكم. انا قلت لعمتي هتجيب لي دقيق، شكاره دقيق او شكارتين ان شاء الله باذن الله، هتخزنهم لي عندها، لان انا مش بعرف اخزنهم ومش بعرف اعملهم. هتخزنهم عندها، اخد كل ما هي تيجي تغسل غله او تعمل هتغسل لي معاها، واطحنه وابقى في البيت. ده هيوفر معايا الدقيق الفاخر ده بكميات يعني. ومن ناحيه هعمل لجوزي العيش الاسمر اللي هو حب ياكله يعني، وهعمل لولادي معجنات. يا رب اكون قدرت يعني افيد باي حاجه او باي معلومه تكون يعني وصلتكم يعني، ما اكونش نسيت حاجه. الزيت حاولي ان انت لو ما عرفتيش تبدلي الزيت بزيت من التاني، حاولي تخفي من الزيت شويه. اي حاجه خفي منها والله العظيم هتبقى يعني عارفين. والله انا اشتغلت بمبدأ اللي هو مش بكتر الحاجه، وحاسه ان انا مرتاحه في اللي انا بعمله. جربوا يا بنات ووفروا، وكل مره هقول لكم وفروا وسموا الله في كل حاجه، ربنا هيطرح البركه في حاجتكم. طلعي ولو 2 جنيه، وانت طالعه كده 2، وانت رايحه تجيبي خضارك من السوق 2 جنيه او 5 جنيه اقل حاجه، طلعيها بنيه ان ربنا يكرمك ويوسع رزقك. والله ربنا هيوسع رزقك وهيطرح لك البركه في بيتك. وانت بتعملي الحاجه زي ما قلت لكم كده، اذكري اسم الله على ربنا هيزود رزقك فيه. الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم اكل اقتصادي يعني. ولو مثلا عارفين والجماعه اللي هم بادئين جديد لسه هيعملوا ميزانيه الاسبوع، ابداي باللحمه المفرومه، ما تجيبيش لحمه من التانية، هاتي لحمه مفرومه وزوديها بصل وزوديها جزر، هتلاقي عملت معاكي كميه ياما. الكميه الياما دي اعملي بها مكرونه بشاميل، اعملي بها مش عارفه مكرونه بمعلقتين لحمه اطبخي بيه، دي هتوفر معاكي ياما. فهتيجي اخر الاسبوع هتلاقي نفسك واكله يعني لحمه وموفره كتير، فهتلاقي نفسك وفرت باذن الله. دي بصوا اللي كانت محشيه جبن اللهم بارك، تحسي ان عارفين مع كوبايه شاي كده الصبح او اخر النهار هتكفي وتوفي ان شاء الله، وهتسد معانا يعني. اللي وصل معايا هنا لاخر الفيديو، متنسوش يا بنات تدعموني بلايك وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. وزي انا ما بدعي لكم بظهر الغيب، والله العظيم بدعي لكل واحده فيكم ان ربنا يكرمها ويرزقها من حيث لا تحتسب، ويرزقكم باللي نفسكم فيه كله. خلصت كده بقى هنا بخزنهم زي ما انتم شايفين، بحطهم في اكياس ثلاجه كده وبحطهم في الفريزر وبطلع. لو ما عندكيش ميكروويف طلعيهم من بالليل حطيهم على الرخام، عندك ميكروويف طلعي من الفريزر على الميكروويف على طول. ومن هنا الفيديو جات، وحشوني، مع السلامه.